النادي الاهلي نزل بيان النهارده بينتقد فيه اتحاد الكوره. ما تيجي نبص على البيان ده ونشوف اهم 3 نقط في البيان، بالاخص النقطه الثالثه ان دي مهمه جدا. اول نقطه بقى بيقول لك فيها ايه: اتحاد الكره المصري اسند المهمه لناس كانت ماسكه قبل كده على منظومه التحكيم، والناس دي ما كانتش بتعمل باي شفافيه وكانت بتيجي على النادي الاهلي جامد. وكمان قال لك طلعوا في التلفزيون كانوا بيقولوا كلام غريب زي الاحتواء وروح البروتوكول، تلميحا لماتش 5-3 بتاع الاهلي اللي طلع الحكم بعد كده قال لك ان انا احتويت الزمالك والكلام ده. بس لو انت رجعت اتفرجت على الماتش ده هتلاقي ان الاهلي اتحسب له ضربتين جزاء، ولاعيبه الزمالك جابت جون في نفسها، وكمان لاعيبه الزمالك واخده انذارات اكتر من الاهلي في الماتش ده. فانهي احتواء انت بتتكلم عليه؟ طب سيبك من دي، النقطة التانية دي اللي مضحكة فشخ لما بيقول لك ايه: رئيس اتحاد الكرة المصري قدم مقترح للكاف عشان يزود عدد الأندية المصرية في دوري أبطال أفريقيا، بس الكاف قال له لأ. واتحاد الكرة وقتها قعد أسبوع ما يطلعش البيان بتاع الرفض ده عشان الأندية المصرية اللي ما بين قوسين الزمالك تخلص كل الفلوس اللي عليها وتاخد الرخصة وتشارك طبيعي. طب انت ما سألتش نفسك يا عم الأهلي هو ليه أصلا قدم المقترح ده؟ مش عشان حضرتك تروح تلعب في دوري أبطال أفريقيا لما تلعب في الكونفدرالية؟ طب سيبك من دي، موقف زي ده ما يفكركش بحاجه؟ رابطه الانديه من سنه ونص لما قعدت اكتر من شهرين عشان تفصل في قرار الماتش الاهلي والزمالك، هل هتخصم 3 نقط في الاهلي ولا تخصم 6 نقط؟ وفي الاخر لما وصلنا لاخر الدوري ولقوا ان الزمالك بره المنافسه خالص، لو اتخصم من الاهلي 3 او 6 كده مش هيلحق الاهلي، ولقوا ان النادي الاهلي لو اتخصم منه 6 بيراميدز هياخد الدوري، فقال لك على ايه؟ احنا هنغير اللوائح وكده كده الاهلي بتاعنا وزدنا في دقيقنا، وهنخلي الاهلي يتخصم منه بس 3 نقط وهياخد الدوري. يعني يا معلم نغير لك لوائح، والقرار ده قعد اكتر من شهرين عشان يتاخد اصلا. طب سيبك من كل ده بقى، النقطة الثالثة قال لك الحكام بتوعت ماتش سيراميكا والأهلي طلعوا في التلفزيونات امبارح وأول قال لك إن النادي الأهلي كان ليه ضربة جزاء مستحقة في الماتش ده وما نعرفش الحكم ما حسبهاش ليه. فدي نقطة سودة في التحكيم المصري وكارثة وكل الكلام ده. بس انت يا عم الاهلي ما اتفرجتش على الماتش اللي بعده، ماتش سموحة، لما كان عليك ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس والحكم عمل اعمى وما حسبهاش عشان يعوضك على ضربة جزاء سيراميكا؟ المشكلة اللي مش دي الكارثة، الكارثة ان اللي قال الكلام ده جهاد جريشة، وانا وانت فاكرين جهاد جريشة عمل ايه؟ فملخصا البان ده 99% منه تلقيح على نادي الزمالك و1% ضغط على اتحاد الكرة. وبصراحة انا من رأيي اتحاد الكرة ما كانش ينفع يعين اي لجنة تحكيم مصرية لان هي بتتأثر بالضغط. زكين الراجل اللي جاي من بره اتهموه بالفساد وان هو بيفوت الدوري، ما بالك بقى بالتحكيم المصري هيعملوا معاه ايه؟ فلازم اتحاد الكرة فعلا يخلي خبير اجنبي هو اللي يمسك لجنة التحكيم بالاخص. الخبر ده لو بجد حسام عبد المجيد هيبقى خد اغبى قرار في حياته اللي هو يروح النادي الاهلي، لان ببساطه النادي الاهلي حاليا بقى مقبره النجوم، بالاخص لو النجوم دي كانت بتلعب في نادي الزمالك. ولينا عبر كتير من اول كهربا لحد احمد السيد زيزو، الاتنين كانوا احسن لعيبه في مصر والاتنين كانوا اساسيين في منتخب مصر، بس اول ما رجلهم عتبت من النادي الاهلي محدش حاليا بقى بيسمع اسمهم في طبق اليوم وخسروا كل حاجه يعتبر. وغير دول بقى في لعيبه كتير من اللي لعبوا للزمالك ولا لعبوش للزمالك: امام عاشور، محمد علي بن رمضان، اشرف بن شرقي، احمد عيد، عمر كمال عبد واحد، ياسين مرعي، بيرسي تاو، محمود حسن تريزيجيه، كل دول كانوا نجوم في فرقهم ومنتخباتهم، بس اول ما دخلوا من بوابه النادي الاهلي محدش بقى بيسمع عنهم. فما تغلطش نفس غلطه غيرك يا حسام وتروح على النادي الاهلي.